بتهيألي طبق الكشري الحلو قوي ده ما يتقاومش، خصوصا اول يوم العيد. تعالوا بينا نعمله بطريقه سهله جدا، هتنافسي بيه افخم المحلات. بجد حلو قوي يا جماعه، هننافس محلات الكشري بعد الفيديو ده. هقولك تكات وحركات وكل التفاصيل بتاعته، بالدقه بقى، بالشطه، بالصلصه، بكل حاجه. تعالوا بينا نشوف هنعمله ازاي. انا مروه، لو اول مره تتابعيني متنسيش تشتركي في القناه. هحتاج بصلتين صغيرين او بصلايه كبيره، وابتدي اعملها بالمقشره بالشكل ده او بالسكينه. اهم حاجه انها تكون رفيعه قوي، تمام كده. ودي اول حاجه هنعملها، ده بيكون شكلها بالظبط. هنزل بعد كده بمعلقتين صغيرين من النشا وهفركهم كويس جدا. البصل كله عايزاه يتغلف بالنشا، وده مهم جدا عشان يطلع معانا مقرمش وما يتحرقش معانا. في حله بقى نحط نص كوبايه من الزيت، وننزل بالبصل بتاعنا. عايزين بقى نحمره كويس جدا وما نخليهوش غامق عشان ما يمررش معانا، يعني يبقى دهبي فاتح، تمام كده. هنطلعه بعد كده على مناديل المطبخ، وما نرميش الزيت ده خالص، ده اللي هنشتغل بيه، وده سر الصنعة بتاعة المحلات بالظبط. هحطه في بولة كده عشان اعرف اشتغل بيه، وابتدي بقى اقول لكم هنعمل ايه. تعالوا نشوف بس البصل بقى قد ايه حلو جدا، مقرمش اخر حاجة، خطير بجد. ده بيكون شكله بالظبط. في حلة بقى هنحط مية ومعلقة صغيرة من الكمون وزيهم من الملح، واحتاج كمان نص كوبايه من العدس اللي هو ده، تمام. هنغسله كويس جدا ونصفيه ونحطه فيه، هسيبه يغلي 10 دقايق، وبعد كده هسيبه متغطي عليه. في حله تانية بقى فيها شويه ميه مناسبه، وعليهم معلقه من الزيت وزيهم من الملح. وهنزل بكوبايه من المكرونه الصغيره، المقاس الصغير قوي، وكمان شويه كده صغيرين من المكرونه الاسباجيتي، بقطعهم صغيرين عشان يكونوا سهله كده في الاكل. ببتدي بقى ان انا اسلقها، عايزاها 3/4 سلق، مش عايزاها معجنه. بعد ما بتتسلق معايا ببتدي ان انا اصفيها، وده بيكون شكلها. هحط كمان مهم قوي معلقه من الزيت، وهقلبهم كويس جدا عشان عايزه المكرونه تكون مفلفله، ما تعجنش ولا تلزق من النشا اللي فيها. في حله بقى هبتدي انزل بشويه من الزيت اللي احنا طلعناه من تحمير البصل، تمام. وابتدي انزل بكوبايه من الشعريه، واحمرها كويس جدا لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو قوي ده. هكون محضره كوبايه من الرز، مصفياها كويس جدا وطبعا غسلاها، هحمرها فيها بالشكل ده. فاكرين العدس اللي احنا سبناه مقفول عليه بعد 10 دقايق؟ هنبتدي نطلعه بالميه بتاعته زي ما هو كده بالظبط. انا عايزاه بالميه بتاعته. هنسوي الرز بتاعنا بالميه دي، لو احتاج كمان هنزود شويه من الميه، انا زودت شويه كمان من الميه. الخطوه دي مهمه جدا، وبتودي العدس في حته تانية خالص. معلقه بقى صغيره جدا من الملح، وزيهم من الكمون. وعلى نار بقى هاديه هنسويه سوا كامل، تمام. بياخد تقريبا ربع ساعه. شويه بقى من الزيت كمان ونعمل الصلصه بتاعتنا. معلقه كبيره من الثوم المفروم، اول ما ريحه الثوم تبدا تطلع هننزل بكوبايتين من عصير الطماطم، ضربينها في الخلاط كويس جدا. لو مش حمرا قوي تقدر تضيفي معلقه من معجون الطماطم او الصلصه. معلقه صغيره بقى من الكمون وزيهم من الملح، وهسيبهم كده مع رشه من الفلفل الاسود على نار هاديه. الدقه بقى بتاعتنا الخطيره في برطمان عندك، معلقه من الثوم المفروم ومعلقه صغيره من الكمون والملح، وكمان فنجان كبير من الخل. ونكمل بقى بميه مغليه. نقفل بقى على البرطمان ونقلبه كويس جدا ونسيبه بقى مع نفسه كده. كده معانا كل حاجه جاهزه. تعالوا نشوف الصلصه بعد ما اتسبكت، ده بيكون القوام بالظبط. اهم خطوه بقى هي الشطه. نحط باقي الزيت بتاع البصل ونحط عليه معلقه محترمه كده من الشطه. اول ما تبدا انها تفور معانا بالشكل ده هننزل بكبشتين من الطماطم اللي احنا عملناها وسبكناها. تقدري كمان تضيفي معلقه كبيره من الخل. ريحه بقى هنا ما اقولكوش تجنن. الرز معانا بقى مفلفل وخطير. احلى مرحله بقى تقدروا تعملوها هي وانتوا بتغرفوا الطبق الرائع ده، خطير بجد. تقدري تحطي بقى الكميه اللي انت عايزاها. ناس بتحب العدس اكتر من المكرونه وناس العكس، كل واحد على حسب مزاجه بقى. وتنزلي بقى بالمكونات بتاعتك، الصلصه الخطيره اللي ريحتها مش قادره اقول لكم. وشويه بقى من البصل المحمر المقرمش الكريسبي، اللي بصوا انا بعشقه. انا بحب الطبق الكشري عشان البصل ده اصلا. تحبشيه بقى بالدقه اللي احنا عملناها وكمان الشطه، وعايزه تزودي بقى من الصلصه تزودي، مفيش احلى من كده. الطبق ده بعديه ما فيهوش كماله على فكره، يعني بصوا مش هتروحوا محلات الكشري تاني بعد كده. حلوه قوي، الحقوا اعملوه بقى اول يوم العيد، بجد مفيش احلى ولا اطعم من كده.
يجنن. الطعم بقى حكايه، والريحه ما اقولكوش، بجد هتنافسوا اشهر محلات الكشري. حلو قوي انك تعملي الحاجات دي في البيت، بجد خطير. لو عجبك الفيديو متنسيش لايك وشير عشان ان شاء الله يوصلك اشعارات بوصفاتي. باي باي.